بصراحة شاهدت المباراة كاملة، وما فعله أولئك الشبان من المغرب كان شيئا مذهلا. لديهم روح قتالية لا تصدق، يلعبون كأنهم يحلمون بشيء أكبر من كرة القدم. ذكروني بأيامنا الأولى حين كنا نلعب من أجل الشغف فقط. أعتقد أن المغرب لا يصنع جيلا عاديا، بل بداية لمدرسة كروية جديدة في العالم. أحييهم من قلبي. لقد فازوا باللقب، لكن قبل ذلك فازوا باحترام كل من يحب كرة. بصراحة لم أتوقع هذا أبدا. منتخب المغرب قدم درسا كرويا للعالم كله، ليس فقط لنا في الأرجنتين. كانوا أسرع، أذكى، وأكثر شجاعة. هذا الجيل المغربي لا يخاف من الأسماء الكبيرة، بل يجعلها تبدو صغيرة أمامه. علينا أن نعترف، اليوم المغرب كان منتخبا عالميا بكل معنى الكلمة. ما حدث اليوم لا يصدق. نحن الأرجنتين أصحاب التاريخ خسرنا أمام منتخب شاب من المغرب، ولكن لنكن صادقين، هؤلاء الفتيان لعبوا كرة حديثة منظمة سريعة، وكأنهم منتخب أوروبي من الطراز العالي. لم يتركوا لنا مساحة، لم يخافوا، لم يتراجعوا لحظة واحدة. أنا غاضب لأننا لم نكن في المستوى لكن في نفس الوقت أشعر بالإعجاب. المغرب اليوم لم يفز بالحظ، بل بالعمل، بالذكاء، وبالإيمان. هذا الفريق سيكتب اسمه في التاريخ، وأتمنى أن يتعلم جيلنا كيف يلعب مثله. أنا شاهدت أجيالا كثيرة من الكرة، لكن ما فعله هؤلاء الشبان من المغرب لم أره من قبل. لقد كسبوا احترام العالم واحترامي أنا أيضا. أولاً، بصفتي مدرباً أريد أن أقول شيئاً بوضوح. المنتخب المغربي استحق الفوز. لم يكن الأمر صدفة، بل عمل منظم وجيل مذهل من اللاعبين الشباب. منذ صافرة البداية كانوا أكثر تركيزاً، تحكموا في الإيقاع وأجبرونا على اللعب بأسلوبهم وليس بأسلوبنا. حاولنا العودة، حاولنا تغيير الخطة، لكنهم كانوا في كل مكان. سريعون في الارتداد، أقوياء ذهنيا، ومبدعون بالكرة. أنا حزين لأننا خسرنا اللقب، لكني أيضا أشعر بالفخر أنني واجهت فريقا بهذا المستوى من النضج والجرأة. ما فعله المغرب اليوم لا يخص فقط الشباب، بل هو إنذار لكل المنتخبات الكبرى. هناك قوة جديدة قادمة من إفريقيا واسمها المغرب. أقولها بكل احترام، هذا المنتخب الصغير جعلنا نعيد التفكير في كل شيء. بصراحة كنت أشاهد المباراة وكأنني أعيش قصة مختلفة عن كل ما عرفناه في كرة القدم. المنتخب المغربي لم يكن مفاجأة، لا، كانوا مشروعا واضحا، جيلا منظما ومدروسا، يعرف تماما ما يريد. رأيت في أعينهم شيئا لم أره منذ فترة طويلة: الإصرار النقي، الإيمان الصادق، والروح الجماعية التي تبني البطولات. أحيانا في كرة القدم المواهب لا تكفي، والخبرة لا تكفي، تحتاج إلى قلب، إلى انتماء، إلى ذلك الشغف الذي لا يشترى بالمال. وهذا بالضبط ما فعله هؤلاء الشبان من المغرب. منذ أول دقيقة لم يظهر عليهم الخوف من القميص الأرجنتيني، بل الاحترام فقط، ثم الشجاعة، ثم السيطرة. كنا ننتظر منهم التراجع، أن يتعبوا، أن يفقدوا التركيز، لكنهم ازدادوا قوة. كل دقيقة تمر كان المنتخب المغربي يكبر، ينضج، يسيطر، وكأنهم جاءوا من المستقبل، يلعبون كرة حديثة، ذكية، سريعة، فيها لمسة أوروبية، لكن بروح إفريقية لا تقهر. أكثر ما أثر فيه هو الانضباط. لا أحد يلعب لنفسه، الكل يلعب للفريق. الحارس، الدفاع، الوسط، الهجوم، كلهم قطعة واحدة تتحرك بنفس النفس. هكذا فقط تصنع المنتخبات الكبرى، وهكذا فقط يكتب التاريخ. في الأرجنتين نحن نعيش كرة القدم كدين، وهذا ما يجعل الخسارة صعبة جدا. لكن علينا أن نكون صادقين، المغرب استحق كل لحظة من هذا التتويج، ليس لأنهم فازوا علينا، بل لأنهم غيروا فكرة الكثيرين حول ما يمكن أن تفعله الإرادة عندما ترافقها الموهبة.
ما فعله المغرب اليوم هو إعلان أن إفريقيا قادمة، وأن كرة القدم لم تعد حكرا على أوروبا وأمريكا الجنوبية. هؤلاء الصغار جعلوا العالم ينظر إلى القارة بنظرة جديدة، نظرة احترام وإعجاب. لقد فتحوا بابا لن يغلق بسهولة، وأظن أن أجيالا أخرى من إفريقيا ستسير خلفهم. أنا شخصيا أشعر بالفخر لأنني رأيت هذا الجيل وهو يكتب التاريخ. المغرب لم يفز فقط بكأس العالم لأقل من 20 سنة، فاز بقلوب الناس، فاز بالاحترام، فاز بالمستقبل. رسالتي لهؤلاء اللاعبين بسيطة: استمروا، لا تتركوا هذا الشغف يختفي، لا تسمحوا للنجاح أن يغير ما بداخلكم. أنتم لم تكونوا فقط أبطالا فوق الميدان، بل كنتم مثالا لما يمكن أن تفعله الأحلام حين تتحول إلى واقع. ولمنتخبنا الأرجنتيني أقولها من القلب: علينا أن نتعلم. كرة القدم تتطور، والمواهب وحدها لا تكفي. العالم تغير، والمغرب هو الدليل الحي على أن التواضع والانضباط والشغف يمكن أن تهزم كل الأسماء الكبيرة. اليوم خسرنا اللقب، نعم، لكننا كسبنا درسا لن ننساه أبدا. ودعوني أقولها بكل وضوح: ما فعله المغرب اليوم سيبقى في تاريخ كرة القدم إلى الأبد. أنا لا أصدق أني أقول هذا، لكني فخورة بالمغرب أكثر مما أنا حزينة على الأرجنتين. كنت أصرخ وأبكي وأنا أرى فريقنا يخسر، لكن في كل مرة كان المغرب يلمس الكرة كنت أشعر بشيء مختلف: شغف، طاقة، روح، شيء لا يمكن وصفه بالكلمات. هؤلاء الفتيان من المغرب لم يأتوا إلى المونديال ليشاركوا فقط، بل ليغيروا التاريخ. رأيت فيهم الحلم، رأيت فيهم نفس البريق الذي كنا نحمله نحن يوماً ما. لا يهم أنهم صغار، في هذه المباراة كانوا كباراً جداً. نعم، نحن خسرنا اللقب، لكننا خسرناه أمام فريق جعل العالم يقف احتراماً له. أحياناً الخسارة لا تكون نهاية، بل بداية لفهم جديد لكرة القدم. والمغرب علمنا اليوم أن الإصرار والجرأة والإيمان تصنع أكثر مما تصنعه الأسماء الكبيرة. كل العالم يتحدث الآن عن المغرب، عن المنتخب الذي جعل المستحيل يبدو بسيطاً. أنا كمشجعة أرجنتينية أشعر بالألم، ولكن أيضاً أشعر بالامتنان، لأنني كنت شاهدة على لحظة كهذه. كرة القدم جميلة لأنها تمنحنا هذا التناقض: أن نحزن ونحن نبتسم، أن نخسر ونحن نحترم. تحية من قلبي لكل لاعب مغربي. أنتم كتبتم التاريخ بشجاعة لم أرى مثلها من قبل. واليوم من بوينس آيرس إلى الرباط هناك احترام متبادل، هناك قصة جديدة بدأت، قصة تقول إن المجد لا يمنح بل ينتزع بالإيمان والحلم والعمل. ربما بكيت الليلة، لكنني أعلم أنني بكيت من أجل كرة القدم الحقيقية، ومن أجل فريق جعلنا جميعاً نؤمن أن المستحيل ممكن.